إرث ثقيل وكبير خداه زفيكو روزمير، يعرف ما ينتظر مع فريق الرجاء. كرة طويلة، الرجاء اللي بداية من نهاية الأسبوع والجولة المقبلة سيستفيد من انتدابات ودي فرصة في فريق اتحاد طنجة. محاولة والهدف، هدف أول لفائدة فريق اتحاد طنجة بواسطة اللاعب علي الحراك. تحدثت عليه اللاعب اللي سجل هدف انتصار امام حسنية اكادير، هو الان اللي كيتمكن من افتتاح النتيجه في حدود الدقيقه الخامسه. لاحظوا التمريره ممتازه، علي الحراك خدا الكره يسدد والكره في الشباك. هدف اول لفائده اتحاد طنجه. ما تمكنش عبد الله خفيفي من ابعاد الكره، وبتسديده قويه يودع الكره في الشباك. نتابع هذه التمريره، علي الحراك في المكان المناسب كي ياخذ الكره ويسدد بكل قوه. هدف لا شيء لفائدة فريق اتحاد طنجة من زاوية أخرى. خطأ على المستوى الدفاعي، خرج من إبعاد الكرة، كذلك التمريرة كانت ممتازة. زوق تلعبت الكرة دائرية، تدخل الحارس أنس نيزي، دائما الخطورة متواصلة، فرصة الهدف، هدف ثاني لفائدة فريق اتحاد طنجة. تسديدة قوية مرة أخرى بواسطة اللاعب علي الحراك، كيتمكن أنه مرة أخرى أنه يحرك الشباك بتسديدة ممتازة في شباك الحارس أنس نيزي. 10 ديال الدقائق كافيه لاتحاد طنجه من اجل توقيع جوج الاهداف. غنتابعوا مره اخرى خروج ديال الحارس انس نيتي، ثم تسديده ممتازه لتسديده قويه وبدقه متناهيه. نتابع علي الحراك يتمكن من وضع الكره في الشباك. لاحظوا التدخل ديال الحارس انس نيتي، كان امامه اكثر من لاعب، وتسديده في الشباك. هدف ثاني لفائدة فريق اتحاد طنجة امام اندهاش لزفيكو روسمير. اتحاد طنجة بأية بداية بعد الهدف الاول، ان الهدف الثاني وثنائية علي الحراك. حمزة الواسطي، تمريرة داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة تدخل وابعاد الكرة من المشعب الراسي، دائما لفائدة فريق اتحاد طنجة. عبد الحميد معالي، علي الحراك، حمزة الواسطي، فرصة والهدف، الهدف الثالث لفائدة فريق اتحاد طنجة. اتحاد طنجة جواد غبرة يتمكن من تسجيل الهدف الثالث لفائدة فريق اتحاد طنجة. تسديدة ما تمكنش انس نيتي من ابعادها. المتابعة وهدف ثالث لفائدة فريق اتحاد طنجة. سنتابع مرة أخرى، حمزة الواسطي يسدد الكرة، اعتقد بأنه ارتطمت بمحمد بولكسو، تغيرت الاتجاه ديالها شيئا ما. نتابع تسديدة، لاحظوا الكرة غلطت شيئا ما حارس انس نيتي، وجواد غبرة كيتمكن من وضع الكرة في الشباك. كما نتابع، لاحظوا انس نيتي ما تمكنش من الكرة، وجواد غبرة يسجل الهدف الثالث. فرحة كبيرة للاعبي فريق اتحاد طنجة. 3-0. زفيكو روسمير لم يتمكن من ايقاف زحف فريق اتحاد طنجة في هذه الدقائق، في هذه الجولة الأولى. 3-0 في الوقت اللي انس نيتي كيتلقى الاسعافات الأولية. حارس انس نيتي عميد فريق الرجاء. كان هناك حديث حول اللاعب، خصوصا بعد الاخطاء اللي ارتكبت في لقاء ديال اف سي سمارتكس، خصوصا في لقاء الذهاب، ولكن الكل اكد لمكانه انس نيتي، وان الاخطاء دائما وارده، بالتالي لازم اعاده الثقه للحارس والمخضرم انس نيتي. 3-0. فرحة كبيرة لاعبين ديال فريق اتحاد طنجة، وكذلك للمدرب هلال الطير الذي كيقدم التعليمات والنصائح للاعبين. الحديث الان مع ايوب جرفي. كتبقى نتيجة مهمة في هذه الجولة الأولى. الحكم الان في حديث مع حكام الفار، تأكد هل كان هناك خطأ على الحارس انس نيتي. اذا ستكون متابعة اللقطة ومتابعة الصورة. أول استعانة بتقنية الفار من طرف الحكم سعيد بوجيدي.
سعيد بوجيدي غادي يتابع الصوره. هل كان هناك خطا على الحارس انس ديجي في الكره الاخيره؟ لاحظوا التسديده، تدخل انس ديجي. هل كان هناك خطا؟ هل كان هناك لمس؟ كلها امور اللي كيحاول يتاكد منها الحكم ديال اللقاء جواد غبره. يتمكن من وضع الكره في الشباك، وبالتالي الحكم شاف الصوره. هل كان هناك شيء؟ اذا هناك خطا. الحكم اعتبر بان كان هناك دخول زكريا كياني. عبد الحميد معالي لجواد غبره على مستوى الجهه اليسرى. فرصه لفائده فريق اتحاد طنجه. جواد غبره محتفظ بالكره، يبحث عن امكانيه تسديده، فرصه والهدف. الهدف الثالث لفائده فريق اتحاد طنجه بهي الطريقه وبهي التسديده. هدف جميل لفائده فريق اتحاد طنجه، تسديده قويه تغال يد الحارس انس ديجي. فرحه كبيره للاعبين في الوقت الى الطير. يعاتب جواد غبره على الخلع ديالو للقميص في الوقت كنتابعوا الهدف جميل، يعني هدف لاحظوا التسديده قويه تعانق شباك الحارس انس ديجي. بولكسوت لعبد الله خفيفي. نوف الازروني كينتظر احد اللاعبين. تمريره وصلت ليسري بوزوق، هذه فرصه تسديده والهدف. هدف اول لفائده فريق الرجاء بواسطه اللاعب يسري بوزوق اللي كيتمكن من تسجيل اولى اهداف فريق الرجاء. تسديده قويه تمكنش بدر الدين بن عاشور من ابعادها. اذا 3 اهداف مقابل هدف واحد امامنا. هداف الرجاء الموسم الماضي كيتمكن من تسجيل الهدف الاول بواسطه اللاعب يسري بوزوق. لاحظوا تحضير يسري بوزوق، لاحظوا المراوغه يسدد وكره تعانق الشباك. هدف اول لفائده فريق الرجاء. اذا الرجاء غادي يبحث على انه لما لا يضيف اهداف اخرى في الدقائق المتبقيه في الوقت كنتابعوا.